بقول لك يا اخويا روش، شفت الفيديوهات مكسره السوشيال ميديا بتاعتك؟ بيقول لك الفتوه بتاع السيده زينب وعم السيده زينب، الفيديوهات مكسره الدنيا. مش فرحان. ليه يا اخويا؟ طيب ده خير. هقول الكلام ده يستفز ناس كتير، سواء بيحبنا او ما بيحبنيش. السيده زينب ملهاش عم، والسيده زينب ملهاش فتاوى. السيده زينب بولادها الكبار وولادها الصغيرين، هي دي. فانت الخبر ما فرحنيش، وفي ناس هتزعل وتتضايق، وانا بتبرى من الكلام ده. انا اقل حد في بلدي بس. بقول لك إيه يا شيماء، هناخد الجراج في النهارده، الرجاله اولى. انا ست بس انا اتبهدلت واتمرمطت في الشارع ده، انا اقطع نفسي عليكم واطلع احبسكم في القسم. الكلام ده مش هيصرف معانا وهينك في الشارع. هو في ايه يا شيماء؟ هنخيب ولا ايه؟ شغل بره وجوه ده مش معانا. خلاص يلا وخلي عجلك من هنا. انتوا بتتكتروا عليا عشان انا واحده ست، فاكرين ان انا ماليش ظهر. انا هوريكم دلوقتي، خليكم ساعه واقفين هنا، انا جايه لكم تاني. احلى مسا عليكم. ايه البر البت دي؟ مش عارفه الدنيا عاوزه مني يا رب، مش عارفه اعمل ايه واروح فين يا رب. خد. ايه يا بنت في ايه؟ مالك بس؟ مفيش. الخوذه والرجاله خدوا مني الموعد. اوديك المعلم لوشة هيحل لك كل حاجه. الله يبارك لك، الهي ينجيك وديني ليه، انا بقالي كتير عاوزه اروح له ونفسي اشوفه والنبي، بس مش وديني ليه والنبي. ايه ده لوشة؟ ربنا يخليك يا عمي تايسون. ايه ده لوشة؟ الهي ينجيك وديني. ايه طيب في ايه بس؟ في ايه يا اختي؟ في ناس خدوا مني الموقف، واحد اسمه جودة وناس معاه خدوا مني الموقف. انا عارفه ان انت ما بتسيبش حق الغلبان، تعالى معايا ما تسيبنيش. طب اسمعيني، انا معاك اسمعيني يا اختي. ماشي. الناس دي حد جرحك او مد ايده عليكي؟ لا، هم قالوا لي يلا امشي من هنا وضربوني، قالوا لي يلا امشي من هنا، زعقوا لي بس. طيب انت شكلك بنت ابنة راجل، انا راكب معاكي في الحوار ده برجوله وجدعنه. الله ينجيك، الله ينجيك يا رب، الله ينجيك. ايه الشباب البرتقالي دي مخليه الناس تشوفنا غلط بالشعرايه اللي انت حاططها في دماغك؟ ياض دي موضه يا موضه. مش هتجيبها البر، اتفرج يا عم. انا جاي اتكلم برجوله وجدعنه. الست دي شقيانه، بتاكلها بالحلال، ما بتاكلهاش بالحرام. ب100 راجل لادد معاكوا تسيبوا الجراج. امين مش لادد. انا راكب في الحوار ده وهنشوف ونلعب. ايه مش نادد يا اخويا. مين انت؟ انت يعني بقى البطل اللي جاي تتحمل فيه؟ انا الرشا بتاع السيده زينب. لو ما تعرفونيش اسالوا عليا الصغير قبل الكبير. بتعامل برجوله وجدعنه مع اي حد، لكن لغايه الغلبان انا هتعامل معاكوا شارع وهقطعكم وهخليها تقطع نفسها عليكم وتعمل لكم قضيه وتحبسوا. ها ايه الكلام؟ ايه ده؟ هو انت لوشة بتاع السيده زينب؟ انت لوشة بتاع الرجوله والجدعان بيحلها مشكله. علامه الاكس اهي بتاعت حلات الاكس. هو الكارتين ده مش غريب عليا. انا قلت كمل الاول. صباح الفل. بس انا شايلاه. شوف بلطجه شويه. يا اسطى ست جدع وب100 راجل وبتاكليها من الحلال، فربنا يجيب لك اليوم معاك. وانت ربنا يجعلك منصور دايما بامر الله يا رب. بس تشكري وسليمه لله. عايز حاجه؟ الله يبارك لك. يا سعيد، انت عايز تعمل قتيل بين العيلتين؟ عايز تاخد البت وتهرب؟ مش هينفع. خلصت ولا تعرف تعمل اي حاجه. عارف ليه؟ عشان بنتك بتحبني وانا كمان بحبها،
هتجوزها غصب عن عين التخين. عبيط يا وعيل صغير وبرضه مش هنديها لك وهتشوف. كل واحد فيكو يحط سفنجة في بقه ويسكت. لا هنتكلم وهنيجي معاكم في اي حاجه. كله يسند ظهره لما يجي المعلم لوشة هنشوف الحوار ده يرسى على ايه. ايه ده يا عم شويه بس. خدها منك يا عم حسني. حبيبي يا بحر. الكلام ده خالص. انسى. حبيبي يا بحر. السلام عليكم يا رجاله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا عارف كل صغيره وكبيره في الموضوع، يعني هترضوا بحكمي ومفيش حد هيجادلني، والصغير هيحترم كلمه الكبير والكبير ليه مقام. كل واحد لا اله الا الله. قول يا عم تايسون. احنا هنفركش الخطوبه سواء عايزين بعض او مش عايزين بعض يا معلم لوشي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ العيال بيحبوا بعض وهنجوزهم لبعض. اما المعلم يتكلم تشد بلاستر. حاج خلي عندك اصول، الراجل لسه ما خلصش كلامه. في حاجه تانية يا عم تايسون؟ اتكلم. اتكلم يا عم سعيد. بص يا معلمه، انا والبت بنحب بعض وهم مش موافقين عليا، عشان كده انا قلت لها هنتجوز من وراهم بس عند المأذون على سنة الله ورسوله. انت عبيط يا ابني. اسكت دارك انت بص بطل العقل. وقف الكلام. انا العمد يا عم، يعني الكلمه كلمتي والقول قول. الحكم اللي هيحكمه هيمشي عليكم انتوا الاثنين وهتعملوه. ايه هتكلم ولا اقوم امشي؟ مش جبتوني؟ اسمع. اتكلم يا معلم. انت يا سعيد هتسيب البيت وهتبعد عنها. خدتها عن طريق ابوها، خدتها ما خدتهاش عن طريق ابوها، هتسيبها. دي الاصول وهسألك انت. امين؟ صباح الفل يا اخويا. ماشي كلامك يا معلم. الاصول ليها باب واحد يا عم تايسون، واحنا اتعاملنا بالاصول. مرضيين؟ مرضي ويسر عرضك يا معلم. انا عايز اقول لك كلمه بقى لاخوك الصغير يا عم تايسون. بنتك دي انت مالكش يعني غيرها في الدنيا. الواد مش وحش وهي بتحبه وهو بيحبها. استخير ربنا، شوف بنتك عايزه ايه. ممكن يا عم تايسون مره واحده تلاقي بنت سابت علشان خاطر تروح مع حبيبها. اقعد وشوف نيتها ايه وشوف الصح وشوف الغلط، عشان دي بناتنا احنا مالناش غيرهم يا عم تايسون. افضلك بدل ما تبقى افضل حد تاني. انا اخوك الصغير بقول لك انت سمعتني امين، ما سمعتنيش اللي انت شايفه بس. انت شايفه يا معلم. سلمني على البونبونيه بتاعتنا يا عم تايسون. السيدة بلدنا عشان كده اتولدنا. كلام خلصان.